اتصدمت لما شفت شقتي بالمنظر ده. هيفيدك نص عمرك لو ما سمعتيش الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديكي الحلوة. عايزة اقول لكم اليوم ده كنت لسه جاية من عند حماتي. انا بقعد اسبوع عند حماتي مقسمينها على بعض عشان حماتي تعبانة. ادعي لها بالله عليكم ربنا يشفيها ويعافيها ان شاء الله. طبعا هنا عايزه اقول لكم اليوم ده اللي انا جيت فيه، طبعا بلم بقى هدومي، وكنت ساعات باجي قبليها. يعني انا يعني بروح السبت وباجي السبت برضو، يعني السبت بروح الساعه 9 وباجي الساعه 9. والسلايف التانيين بيستلموا مكاني، كل واحده عاملينها كده مع بعض. طبعا عايزه اقول لكم اليوم ده انا بجد اتفاجئت من الشقه. انا كنت سايباها مترتبه وكانت نظيفه وما فيهاش اي حاجه، بس عشان طبعا التراب وهي على شارع. طبعا التراب عندي مبهدل الدنيا وانا بتضايق جدا جدا من التراب. طبعا غيرت بقى مفارش، كانت الدنيا بقى مطربه وكده، قلت لازم بقى اغير مفارش. وعايزه اقول لكم الدباديب انا جوزي بيحب يرميها اصلا في الارض على وشها كده، عشان بس ايه بتمنع الملايكه هي وكده. خلاص كده زي ما انتم شايفين، بصوا الحمام برضو مطرب، هو نضيف وكله بس مطرب. عايزه اقول لكم اللي تعبني اكتر حاجه اليوم ده واخدت فيه وقت جدا جدا هو المطبخ. عايزه اقول لكم انا اخر حاجه كنت مخلصاها هو المطبخ. بس عايزه اقول لكم في وقت يعني اخد معايا لتاني يوم، والله الفيديو ده قعد معايا يومين وانا بصور فيه اصلا. زي ما انتم شايفين بقى، بصوا المطبخ انتوا شايفينه مترتب، بس هما مواعين حاجات بسيطه. بس عايزه اقول لكم الدولاب المطبخ كان مطرب من جوه. وكمان كان عندي نمل كان مبهدل الدنيا عشان كنت سايبه معلقه عسل كده في الحوض. عايزه اقول لكم كانت مبهدله لي الدنيا نمل. طبعا انا عندي اصلا منضفه مش منضفه، هو النمل عندي على طول. طبعا هنا بصوا بوريكم بقى الحاجه متربه ازاي. طبعا هبدا بقى ايه، وريتكم الشقه كلها عامله ازاي. خلصت اوضه النوم دي ما شاء الله، يعني ما اخدتش معايا وقت. اليوم ده غسلت وغيرت مفارش وسيقت الشقه ونفضت شبابيك وبيبان. عايزه اقول لكم يعني الفيديو ده قعد معايا والله يومين وانا بنضف اصلا في الشقه. الشقة يعني اخرها كانت على قبل المغرب كده. بدأت في المغرب اللي عندي المطبخ، قعدت لغاية الساعة 12 بالليل. رحت لقيت نفسي اللي انا اصلا تعبت جدا وما قدرتش. والغسيل اصلا ما نشرتوش في نفس اليوم، نشرته تاني يوم كمان. خلصت اوضه النوم، شايفين بقى البلكونه مطربه ازاي. حاجه كده استغفر الله العظيم يا رب، انا بتضايق جدا جدا من التراب. اليوم ده كان الجو حلو جدا والشمس كانت طالعه وكده، عشان كده غسلت. طبعا هنا خلاص زي ما انتم شايفين غيرت بقى المفارش ورتبت الدنيا كده. عايزه اقول لكم بحس براحه نفسيه جدا كل ما اخلص اوضه كده واروح معطراها كده اهو وبسيبها كده اروح قافلاها. بحس براحه نفسيه وبحاجه كده ايه، بتخلص عني الوقت ده. بصوا بقى البلكونه ما شاء الله لمعتها وسيقتها. وبحب يعني اليوم ده اللي انا سقت فيه بقى، جبت بقى دوتور ومعقم. وبقيت ايه اطهر الارضيه بقى مكان ايه النمل والتراب وكده. طبعا هنا خلاص خلصت كده اوضه النوم وخلصت اوضه الاطفال، ويلا بينا هنبدا على طول على اوضه الانتريه. بصوا الغسيل المتكوم ازاي. عايزه اقول لكم انا يعني خلصت اوضه الانتريه وبدات ايه، مليت الغساله وببدا ايه اغسل. طبعا هنا زي ما انتم شايفين خلصت بقى ايه عندي اوضه الانتريه. خدت معايا وقت شويه ليه، عشان هي اوضتين على بعض وكده. طبعا عشان جريت بقى ساعتها الانتريه وكده والدنيا ايه، عقمتها الارضيه وكله. وسيقت البلكونه ورتبت الدنيا كده. هنا بصوا الاوضه دي اللي هي من ناحيه الشاشه لما فيها الكراكيب كلها، عشان دي مش شقتي. ويعني الحاجه هنا مش جايه زي شقتي التانية بالظبط. طبعا الغساله هنا دي الغساله اللي هي فوق الاوتوماتيك بايظه بصراحه، وراح جوزي قال لي اركنيها هنا على جنب. جاب لي اللي هي نص اوتوماتيك دي المستعمله يعني بصراحه. جبت هنا حطيت بقى هنا الكرسي اللي هو بتاع المكتب وترابيزه الشاشه. وحاطه الميكروويف كمان ملهوش مكان عندي في المطبخ نهائا، حطيته برضو هنا على جنبه كده، والعجل بتاع عيالي والشنط بتاعتهم. خلصت الاوضه كده هنا وعطرتها كمان كده، ورحت ايه الباب هنا بصراحه مش بيتقفل زي اوضه النوم وكده. خلاص كده هبدا عندي الصاله بقى، هي مترتبه شويه بس ايه التراب برضو مش اكتر. طبعا هلم بقى هنا الكراكيب والحاجات دي، وادي الغسيل هنا بصوا انا غسلت. لما بدات في اوضه الانتريه فاضليش غير يا دوبك 3 حطات. وهنا بقى بملي ميه وببدا اشطف. يعني الغساله دي متعبه جدا، بس عايزه اقول لكم بتخلي الغسيل بيلمع جدا جدا. خلصت ما شاء الله الصاله عندي برضو ما اخدتش وقت كتير. ونضفت برضو عندي النيش وعندي الانتيكه دي، هي السراحه دي اسمها زي انتيكه. بس احنا بصراحه كنا عاملينها سراحه، كنا حاطينها في اوضه النوم اللي هي في شقتي ملك. بس حصل لي ظروف جامده جدا جدا في شقتي الملك اللي خلاني يعني سبتها. عايزه اقول لكم يعني الحمد لله الحمد لله ربنا ما يوريهاني ابدا تاني. كانوا عاملين لي عمل في الشقه، عشان كده انا سبت شقتي اصلا. عايزه اقول لكم والله ما شاء الله عليها، شقه تشطيب لوكس وكانت جميله جدا جدا والخشب بتاعي وعفشي وحاجتي كانت جايه عليها بالظبط كده والالوان وكله. بس يعني عشان كده الظروف جات لي وما سمحتش ان انا اقعد فيها نهائا. وجيت اخدت دي بالايجار وقاعده فيها والحمد لله مرتاحه نفسيا. طبعا هنا خلصت عندي الشقه كلها، واخر حاجه عندي كان المطبخ. عايزه اقول لكم المطبخ ده تعبني جدا جدا.
طبعا انتوا شايفينه مترتب، بس عايزه اقول لكم كميه تراب والنمل حاجه صعبه جدا جدا. عايزه اقول لكم انا غسلت تلاجة ونزلت الدولابات المطبخ كلها، المواعين كلها، ولمعت. هي المواعين نظيفه بس لمعت الدولاب بصراحه. ليه؟ لقيتهم عامل هلوس والنمل داخل من جوه ازاي مش عارفه. هما بيقولوا النمل ده حسد ده اصلا. طبعا هنا لمعت بقى البوتاجاز، دعكته كله وجبت بقى الخرطوم واشتغلت بقى في الحيطان. قلت ايه، دي الدعكه كلها دي بتاعت ايه اللي هي في الشتاء، مش هدعك تاني يعني اللي هو قبل الشتاء، احنا خلاص اصلا زنقت جوه الشتاء. هنا زي ما انتم شايفين انا رتبت الحاجه ووريتها لكم، بصوا. وفي حاجات كتيره كنتش مستعملاها بصراحه، وكوبايات يعني ايه، كان الطقم الكوبايات يعني ناقص كوبايتين او حاجه، وكل الحاجه متكسره، ورحت كل اللي مش عايزاه رحت بصراحه وقلت ايه ادي لماما ممكن تحتاجه. وادي التلاجة ما خليتش فيها اي حاجه لغايه لما ان شاء الله قلت تاني يوم اجيب الخضار اللي انا محتاجاه. والخزين نفس النظام. طبعا زي ما انتم شايفين بصوا رتبت بقى الدنيا عامله ازاي. عايزه اقول لكم انا حسيت براحه نفسيه اكتر اكتر لما المطبخ ده خلص من عندي. طبعا الكروانه الكبيره دي لما فيها كراكيب بتاعتي كلها، عشان ما عنديش هنا اللي هي الدرجه، كانت عندي في شقتي التانية عشان الدولاب اللي هو من تحت. خلصت كده زي ما انتم شايفين ووريكم بقى الحاجه مترتبه ازاي. وعايزه اقول لكم الدولاب لمعته كده كويس جدا بملمع ازاز. بصراحه انا ما عملتش فيه سلك. ولمعت هنا برضو اللي عندي السيراميك عشان قلت ايه التنظيفه دي بصراحه بتاعت الشتاء، يعني قلت في الشتاء هسيق وهمسح حاجات خفيفه بس مش الجون اللي انا عطيته جامد قوي والميه والزلاويط واللي انا عملتها كل ده. قلت عشان ما ياخدنيش دور برد. طبعا هنا خلاص كده خلصت عندي المطبخ. كان عندي بقى الحمام حاجه صعبه جدا. ليه؟ الكراكيب كلها مع التسييق بقى بتاع المطبخ والكراكيب اللي كانت تحت التلاجة وتحت البوتاجاز، كل حاجه رحت ايه ارمي على الحمام ارمي على الحمام. هنا بصوا عايزه اقول لكم دي تاني يوم اللي هي بتاع الشقه اللي انا صورتها معاكم، كنت مخلصه الغسيل بس سايبه الكراكيب دي كلها. زي ما انتم شايفين اهو خلصت كله. طبعا هنا كان يا دوبك في غسيل الاولاد يعني قلعوه تاني يوم وزوجي وانا وكده. رحت ايه علقت عليهم على الغسيل. رحت مخلصه كده. عايزه اقول لكم بصوا انا حسيت براحه نفسيه جدا جدا لما خلصت. بس عايزه اقول لكم والله العظيم الفيديو ده تعبت فيه جدا جدا، ويا ريت بقى تعبي يجي بفايده وتحطي لايكات من ايديك الحلوه واشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيكم باحلى عيله في الدنيا. حميت الاولاد وحسيت براحه نفسيه. عايزه اقول لكم اليوم اللي انا نظفت فيه الشقه ما عملتش اكل اصلا، يعني قضيناها نواشف. تاني يوم بقى بصراحه طبخت وعملت احلى اكل. وكان يومي ده وكان روتين النهارده. يا رب يكون عجبكم وكونوا استفدتوا منه، وحتى لو بمعلومه صغيره. بس كده بصوا الشقه تاني يوم حسيتها برضو نضيفه، ما عملتش فيها اي حاجه بصراحه، انا رتبتها حاجات بسيطه بس. وادي الغسيل انا بوريه لكم.